بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ الف الف مبروك للزمالك. بقالي كتير ما بعملش الا فيديوهات، وطالع النهارده لابس تيشيرت الزمالك. يمكن اول مره اعمل فيديو ببقى لابس فيه تيشيرت الزمالك. الماتش طبعا كان رائع، بس انا بحب اخد بالي من الاخطاء في عز النجاح، يعني في عز ما انت كسبان تاخد بالك. انت عندك جونين جم، الاتنين مش اوف سايد. انت بقى عايز تتلكك وتخلي وتعمل لي خط وتقول لك ده اصله مش سابق بايده واصل ده سابق بكتفه. الجون الاول مش اوف سايد والجون التاني مش اوف سايد. الحكم الاحساس اللي وصل لنا ان الحكم في غرفة الفار قال لك ايه، الاولانية اتحسبت فالتانية بقى نلغيها. وده اغبى قرار حد ممكن ياخده. ليه؟ لان التانية دي لما لغيتها، لو كانت بيراميدز جابت جون كانت الدنيا قامت عليك ما قعدتش. قال لك انت اتعادلنا بسببك والكرة ما فيهاش اوف سايد والظلم التحكيمي وهيطلعوك مسرح يا حلو. طب ما تحكم بقى فير، فير ان الكورتين دول مش اوف سايد. شيكو بنزا اللي الناس قعدت تتريق عليه، قلت لكم يا جماعه يا جماعه، شيكو بنزا الواد عنده كوره، الواد عنده موهبه، بس مشكلته ان دي رايحه منه خالص خالص في البلاله يعني. بس ده ممكن يعني يمكن ترويضه يعني. الناس بقى اللي ما بنقول بيزيرا احسن من زيزو، انا هقول لك حاجه. انت مدرب خلاص وقدامك زيزو، قدامك الفينا بيزيرا، في ماتش هتنزل مين؟ اركن انتمائك، اركن انتمائك على جنب وقول هتنزل مين. الواد لعيب كبير يا جماعه، لعيب كبير كبير كبير. طبعا الفوز فرق جدا جدا، لاني الاهلي لو ما كسبش بيراميدز، لو ما كسبش بيراميدز سواء اتعادل او خسر، مبروك الدوري للزمالك. في نقطه، ان كل الناس عماله مركزه على الثلاث ماتشات دول، زمالك بيراميدز زمالك اهلي، اهلي بيراميدز. لا يا حبيبي، انت عندك فرقه تانية هتلعبها، انت ممكن تكسب الفرقه الجامده دي وتيجي تعطل في اي مع اي فريق تاني، تعطل. وخصوصا الزمالك معودنا على الحاجات دي. طيب الزمالك اللي كان طول عمره حظه وحش ونحس و... والاهلي اللي كان طول عمره حظه حلو وبيكسب، ليه الايه اتعكست؟ هنرجع بقى للفيديو الاولاني اللي انا قلت فيه السلكان، والناس قالت يا عم سلكان ايه؟ قلت لكم الاهلي محتاج باك شمال. الطبيعي ايه اللي يحصل؟ ان انا ادور ان انا اجيب باك شمال. لا، انا اجيب زيزو واقول واطلع لساني للزملكاويه كدنسه، واجيب امام عاشور كدنسه، حتى بن شرقي اللي اصلا كان في الجزيره الاماراتي مستواه زي الزفت بس كان بيلعب في الزمالك، هاته كدنسه. طب يا سيدي، ما انت عندك المركز بتاعك الرئيسي وناقص الباك الشمال ناقص. طب خلاص شوفوا لنا لعيب كويس وخلاص. جابوا بالعمري، الواد كويس، ماتش والتاني والتالت. والنهارده بص ربك بقى ما بيضحكش عليه، النهارده بالعمري اتصاب اصابه انهت الموسم بتاعه مع الاهلي، مش هيلعب الموسم ده تاني. ويرجع لك تاني مشكله الباك الشمال. بقى يجي لك يا اهلي ضربه جزاء في الدقيقه 92 زيزو يخش يضيعها. الاهلي ملك الحظ اللي كان بيتقال عليه لو يوم لو الحظ سابه حكامه بيلحقوه. مفيش الكلام ده دلوقتي. ليه؟ عشان انت الاول كنت مؤسسه كاهلي ليها سيستم، ليها ثواب، ليها عقاب، ليها انضباط، بتدي كل حد حقه.
لكن انت لعبتها بدناءة، لعبتها انا عايز ازود جماهيريتي فاجيب اللعيبه الجامده دي من الزمالك، الجماهيريه بتاعتي هتزيد، وبتدفع تمنها دلوقتي يا خطيب. وعامل فيديو قلت الخطيب ليه يوم وشايله، شايل الفيديو وهطلعه في الوقت المناسب، هعيده تاني واقول لكم فاكرين لما قلت لكم كده؟ اللي معاه ربنا يمشي على الميه، يمشي على الميه. الجنين النهارده عشان ما حدش بس يتكلم في التحكيم. وبعدين في واحد اللي اسمه علاء صادق ده، الراجل ده يا جماعه هي رايحه منه للدرجه دي؟ الراجل ده بيقول كلام مش منطقي. يعني ممكن مثلا يقول لك ايه، اليوم كان للاهلي 7 أو 8 ركلات جزاء صحيحه لم تحتسب وطاب مساؤكم. ايه ده؟ 7 8؟ في حد بيبقى ليه 7 8 ضربات جزاء اصلا في ماتش؟ بيقول حاجات مش منطقيه، قمه الضلال. الواحد لما بيوصل للسن بتاعه ده خلاص بقى بيبتدي يراجع نفسه بقى ويشوف. لكن انت طالع تضل بالناس عشان خاطر جمهور الاهلي، تكسب تعاطف جمهور الاهلي عشان هو الجمهور الاكبر في مصر، فيبقى متفاعل معاك، القناه بتاعتك بتربح وتكسب. الخطيب لما انسحب من ماتش الزمالك، هو كان واثق ان مين هيقدر عليا، انا هسيب الماتش، هسيب الماتش وما يقدرش محدش يقدر يخصم عليا حاجه. لما اتخصمت بقى في ورطه. ليه؟ هو معتمد على القوه، هو معتمد الاهلي ده قوي، انا اللي اقول هو اللي يمشي، الاهلي يحكم. وده طبعا يضرب بمبادئ الفيفا عرض الحائط، اللي هو فيفا فير بلاي. فانت برضو في نقطه عايز اقولها، ليه المدربين الكبار حتى لو نجح مع الاهلي ما بيكملش في الاهلي؟ لان المدرب جاي ثقافته زي ثقافه كل العالم، انا بكسب بتعادل بخسر. جمهور الاهلي مش واخد على كده، جمهور الاهلي متعود انه لو ما عرفش يكسب هتحسب له ضربه جزاء عشان يكسب، لو عايز ياجل ماتش هياجل، لو محدش يجرؤ يحسب اوت غلط على الاهلي، الحكم اللي يحسب اوت غلط على الاهلي مش هتشوفه تاني. فلما جت ناس بدات تقول ايه، لا السوشيال ميديا بدات تبين بقى الحاجه والوقايع والحاجه، فالاهلي المدرب الاجنبي الغريب ده اللي جاي يقول هو الناس دي ايه، ده انا عمال اكسب، ده انا اتعادلت ماتشين وبكسب، في ايه؟ هما بيهاجموني ليه؟ بيهاجموك يا حبيبي عشان احنا عندنا في نون بنديله المصاصه لما يعيط عشان ما يعيطش، انت كده خليته يعيط. السوشيال ميديا كانت وقربها من الناس وان العالم كله بقى في حته قد كده خلى حاجات كتير تتكشف كانت متداريه زمان، مش في الرياضه بس في كل حاجه. الزمالك اللي قالوا عليه في اول الدوري يا عيني معهوش فلوس وجايب لعيبه تعبانه وجايب لعيب برازيلي، يعني جايب من البرازيل لعيب. طب ما هو ده لو عدل كان خدوه في اوروبا. لا يا حبيبي، اللي زي البزيرة واللي زي كينو دول مستواهم اقل من البرازيليين اللي موجودين في امريكا الجنوبيه وفي اوروبا، اللي هو بالنسبه لنا احنا جامد جدا. لو الدنيا فيها عدل، لو الكوره في مصر فيها عدل، فكره ان الاهلي ياخد الدوري على طول عشان الناس تنام مبسوطه والكلام ده خلاص، الكلام ده مش هينفع يتعمل تاني، لانها دلوقتي بقت على عينك يا تاجر فضايح. لنا لقاء اخر ان شاء الله. مبروك للزمالك.